كيهرسوا الحجر بيديهم، كيطيروا في الهواء وكيتقبوا الشجر بصبعانهم، ما بحالهمش حتى القروده، كيديروا شي حوايج اللي يستحيل على الانسان العادي انه يديروا. رهبان الشاولين غير كتشوفهم كيسحب لك على انهم عندهم شي قدرات خارقه او جايين من شي كوكب اخر، ولكن ما خفيه كان اعظم. كيفاش كيديروا لهذا الشيء وشكون هما هاد الرهبان وعلاش كيدوزوا حياتهم كامله وهما كيتدربوا، وكيفاش حتى كتولي عندهم هاد المهارات وهاد القدرات الخارقه. هادشي اللي غادي نعرفوه في الفيديو ديال اليوم. كمل معايا الفيديو حتى الاخير حيت هاد الفيديو فيه شي معلومات اللي ربما غادي يغيروا لك وجهه النظر ديالك على رياضه الكونغ-فو ورهبان الشاولين. فاعطينا واحد اللايك وتبع معايا الفيديو حتى الاخير وعلى بركه الله. باش نعرفوا شكون هما رهبان الشاولين وعلاقتهم بالفنون القتاليه ضروري خاصنا نرجعوا شي شويه بالزمن اللور. كتقول الاسطوره على انه قبل 1500 عام وبالضبط في القرن الخامس ميلادي، في هذه الفتره كان واحد الراهب بودي هندي سميتو بودهيدهارما. هذا الراهب سافر من الهند حتى للصين باش ينقل التعاليم ديال الديانه البوذيه، وفاش غادي يوصل للصين غادي يمشي لمعبد شاولين اللي كاين في جبال سونغ في الصين، وهنا غادي تبدا الحكايه ديال رهبان الشاولين والفنون القتاليه. الرهبان ديال الشاولين في ذاك الوقت كانوا كيركزوا فقط على التامل وممارسه الطقوس البوذيه، ولكن مع المده هذا المعبد ديالهم بدا كيتعرض للهجومات من طرف العصابات وقطاع الطرق. فهنا هاد الرهبان غادي يلقاو راسهم مجبرين باش يتعلموا الفنون القتاليه باش يدافعوا على راسهم. ونفس هاد الاسطوره كتقول على ان هاد الراهب الهندي هو اللي غادي يبتكر ما يعرف حاليا بتقنيات الكونغ-فو، حيت كان خاصو يجمع ما بين الطقوس البوذيه والتامل وما بين تقنيات القتاليه واساليب الدفاع عن النفس. وهذا الشيء علاش كتلقى الرهبان ديال الشاولين كيمارسوا الفنون القتاليه وفي نفس الوقت كيمارسوا التامل وبعض الطقوس البوذيه. ولكن مع ذلك الرهبان ديال الشاولين فيهم جوج ديال الانواع. كاين واحد النوع اللي حياته كامله مركز فيها غير على التامل وممارسه الطقوس والصلاه البوذيه واللي كيتسموا بالرهبان الروحيين، وكاين النوع الثاني اللي هما الرهبان المحاربين، وهادو هما النوع اللي كيتعلموا الكونغ-فو والتقنيات القتاليه باش يدافعوا على المعبد ديالهم وفي نفس الوقت باش يوازنوا ما بين العقل والجسد ديالهم. الحياه والمسيره ديال الرهبان المحاربين كتبدا ملي كيكونوا مازالين اطفال صغار، كيدخلوا المعابد ديال الشاولين وتما فين كتبدا واحد الرحله قاسيه وعامره بالتحديات الخارقه. مثلا الاطفال ديال الشاولين خاصهم يفيقوا في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، كيبداو النهار ديالهم بالتامل والاسترخاء، وخاصهم يدوزوا النهار كامل في التدريب على الحركات ورفع الاثقال والتعلق في الاشجار والاغصان والوقوف على الراس والاصابع، رجل حاطه على الارض ورجل الاخرى عاده بفمك، وكتبقى واقف لعده ساعات بلا ما تتحرك. وبعض الحركات اللي يستحيل على شي شخص عادي انه يديروا. بعض التدريب كتوصل بهم لدرجه انهم كيبداو يبكيو وكيصرخوا من شده الالم، ولكن واخا هكاك ما خصهمش يوقفوا التدريب ويبقاو مستمرين طوال اليوم. وبالاضافه لهذا التدريب خاصهم يتعلموا واحد التقنيات ديال التنفس خاصه، وخاصهم يتعلموا الفياق بكري والانضباط والصبر والتركيز الذهني، وخاصهم يقويوا الاجساد ديالهم لاقصى درجه ممكنه. من بعد ما كيتعلموا هاد التقنيات وهاد الاساليب القتاليه كيدوزوا لواحد المرحله اللي كيبداو يتدربوا فيها على الاسلحه. كيتم التدريب ديالهم على استخدام الاسلحه التقليديه بحال العصي والسيوف والرمح. وبالاضافه لهذا الشيء كامل الرهبان ديال الشاولين كيقراو، ولكن القرايه ديالهم ماشي بحال القرايه ديالنا. الرهبان ديال الشاولين الدراسه ديالهم كتمحور حول الفلسفه البوذيه وفلسفه الكونغ-فو والتعاليم البوذيه، وكيقراو حتى الطب الصيني التقليدي بحال الوخز بالابر والعلاج بالاعشاب الطبيعيه. وبحال هكا كيدوزوا الرهبان ديال الشاولين اليوم ديالهم ما بين التامل وتعلم الطقوس البوذيه والتدريب المكثف. ولكن الجزء الاكبر من الحياه ديالهم كيمشي للتدريب المكثف، بحيث انهم كيتدربوا لمده كتوصل حتى ل 12 ساعه في اليوم ديال التدريب المتواصل. ومن بعد سنوات ديال التدريب المتواصل كيقدروا يوصلوا لهاد المستويات اللي كنشوفوها، كيوليو يديروا شي حوايج اللي كنشوفوها حنا مستحيله وما كتدخلش العقل، بحال انهم يرسوا الحجر بيديهم اولا يعوجوا الحديد اولا كيتعرضوا لشي ضربات قاسيه وما كتاثرش فيهم. الرهبان ديال الشاولين كيركزوا على التطوير وتقويه كاع المناطق في الجسم ديالو، حتى من المناطق الحساسه كيتدربوا على التقويه ديالها باش ما تبقاش عندهم نقاط الضعف في الجسم ديالهم. والسؤال هو علاش كيديروا هذا الشيء؟ الرهبان ديال الشاولين كيتبعوا واحد الفلسفه بوذيه اللي كتركز على الصفاء الداخلي، فهما كيعتقدوا على ان التدريب القاسي هو نوع من التامل اللي كيخليهم يتحرروا من المشاكل الدنيويه ويركزوا على الصفاء الروحي. فهاد الرهبان كيشوفوا في هذا الالم والتدريب اللي كيتعرضوا ليه وسيله باش يحسنوا ذاتهم وباش يقويوا الانسجام ما بين الجسد والعقل، وعلى هذا الشيء كيدوزوا حياتهم كامله في التدريب والفنون القتاليه. فالكونغ-فو والفنون القتاليه من منظور رهبان الشاولين ماشي مجرد رياضه او لا روتين يومي، هو فلسفه حياه بوذيه كيمارسوها هاد الرهبان في المعابد بحال كيمارسوا شي عباده. في هذا الفيديو حاولت نجمع لكم بزاف ديال المعلومات على رهبان الشاولين ونلخصهم لكم بطريقه مبسطه، فنتمنى على انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. والا كان كيعجبك هذا النوع ديال المحتوى فبارطاجي الفيديو، ولا كنتي اول مره كتشوف فيديو من الفيديوهات ديالي فدير فولو الباج باش يوصلوك فيديوهات جداد. ان شاء الله تلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.